السلام عليكم، جيسبر تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد ومعلومه جديده كيف العاده. اليوم هاد لا فيديو درتو سبيسيال للناس اللي باغيين يشدوا رونديفو التي ال اس كونتاكت، اللي باغيين يدفعوا فيزا شنغن دوله فرنسا، خصوصا بمدينه الرباط. فكما كتعرفوا التي ال اس بدات واحد السيستم جديد اللي هو ديال الابيل فيديو. فاللي ما عرفش الاخوان، مؤخرا تي ال اس راه دارت واحد السيستم انه كتمشي كتسجل في السيت ديالهم، من موراها تقريبا اغلبيه واحد 24 ساعه كيتصلوا بك الاخوان ديال تي ال اس كونتاكت وتيأكدوا معاك المعلومات ديالك، نمره الباسبور، واش انت اللي غادي تاخذ الرونديفو ولا ياخذوا لك واحد اخر. يعني هما بغاو يحاربوا كما كيقولوا، هما بغاو يحاربوا السماسره ديال الرونديفو. فانا جيت نشرح لكم بعض الامور اللي ما عارفينهمش الاخوان. فبالنسبه لهاد القضيه ديال ابل فيديو اللي دارتها تي ال اس كونتاكت، خصوصا مدينه الرباط، هاد القضيه كاينه في مدينه الرباط، ما كايناش في المدن الاخرى. ف هاد الطريقه صالحه الحاله الاولى الكا. غنشرح لكم القضيه ديال هاد الكا دو الكا 3. الحاله الاولى هو كيكون ما عمرك خديتي فيزا شنغن، سواء فرنسا ولا الدول الاخرى اللي تابعه للاسباس شنغن، سواء البرتغال ولا فرنسا، المهم كاع الدول اللي كتعطي الشنغن. يعني ما عمرك خديتي فيزا سواء فرنسا ولا اسبانيا ولا المهم فيزا شنغن في هاد 3 سنين الاخرى. هذه هي الحاله اللي تي ال اس كتمشي تسجل في السيت ديالهم تي ال اس كونتاكت. اللي ما كيعرفش يتسجل غادي يهبط في لاشين ديالي، غادي يلقى لا فيديو ديال كيفاش تسجل في السيت ديال تي ال اس. فمن مور ما كتسجل الاخوان واحد في الكونت تي ال اس، كدوز واحد كما قلت لكم تقريبا واحد 24 ساعه كيعيطوا لكم، يا اما في الصباح يا اما في العشيه. الاغلبيه كيعيطوا ما بين 8 ونص 9 ونص، عاوتاني كيوليو يعيطوا مع الربع. ملي كيعيطوا لك كيسولوك على المعلومات ديالك، نمره الباسبور، كيديروا معك ابل فيديو، كيشوفوا نمره الباسبور واش كتبتيها صحيحه، زائد انك انت اللي باغي تاخذ الرونديفو. كتوريهم الوجه ديالك، كتوريهم الصفحه الاولى ديال الباسبور، تقول لك صافي. يعني المعلومات كيجيك واحد الايميل بانك راك تي ال اس عيطوا لك وراك كونفيرميتي لي زانفورماسيون ديالك، والرونديفو ديالك غادي يجي ما بين 24 ساعه حتى 49 يوم على ما اظن، 49 يوم. يعني في هذه الحاله ديال الحاله الاولى اللي ما عمرك تكون خديتي فيزا، هما اللي كيصيفطوا لك الرونديفو. يعني خصك تبقى حاضمه الايميل ديالك ما بين 24 ساعه حتى 49 يوم، 49 يوم ولا 45 يوم، مابقيتش عاقل بالضبط، ما بين 45 و 49. الا ما صيفطولكش رونديفو كيتلغى هذاك الطلب وكتعاود عاوتاني من جديد تسجل في السيت ديال تي ال اس كونتاكت وتساينهم يجاوبوا، من موراها عاوتاني تبقى تساين. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي الكا 2، هما الناس اللي خداو فيزا شنغن سواء لفرنسا ولا اسبانيا ولا البرتغال ولا بلجيكا، المهم كاع الدول اللي محسوبه على اسباس شنغن. فاللي خداو هذه الفيزا قل من 6 شهور في 3 سنين هذه اللي دازت، ما خصهاش تكون فايته 3 سنين، فكتمشي تسجل عادي في تي ال اس كونتاكت، انت مره كتدخل تشوف واش كاينه رونديفو. يعني خصك تقاعس. هادو بالنسبه للرباط. هاد المعلومات كامله الاخوان بالنسبه للناس ديال الرباط. ف هذه الحاله الثانيه. الكا 3 هي اللي كتكون واخد الفيزا ما بين عام حتى ل5 سنين، يعني فايته 6 شهور. 6 شهور في هذيك 3 سنين الاخرى. هاد 3 سنين الاخرى حتى هي بحال الحاله الثانيه، يعني كتسجل وكتساين انك كتبقى تدخل كل مره تدخل تي ال اس كونتاكت الكونت ديالك، وكتشوف على الله طيح في شي رونديفو. فالنصيحه اللي غادي ننصحكم الاخوان بالنسبه للناس الكا 1 ولا الكا 2 ولا الكا 3، ملي تسجل بدا تجمع وريقاتك. يعني يقدروا يعطوك الرونديفو قريب على سيمانه على 5 ايام، يعني ما كتعرفش. الكادو انت اللي كتختار الرونديفو، ولكن حتى هما كيكونوا قراب ما بين
فرنسا تكون عكس اسبانيا، يعني لي رونديفو ديالها كيكونوا قراب. هاد المعلومه خاصه الناس ديال الرباط، فاغلبيه ديال الاخوان كيف حال ليهم صافي غادي يتسجلوا، سواء كان عندهم كادو ولا كارت 3 كيف حال ليهم غادي يتسجلوا وغادي يسالوا التاليس هما اللي يصيفطوا لهم رونديفو. لا، راه انت اللي بالنسبه للحاله الثانيه والثالثه راه انت اللي غتختار الرونديفو ديالك، انت اللي غادي تدخل التاليس وتبقى عساس عليه. ونفس المشكل الصراحه اللي انا من وجهه النظر ديالي خصهم اعاده النظر في هادشي. راه حشومه صراحه ان الرونديفو، يعني الرونديفو ديال فيزا تعاني. انا كنعرف ناس كيعانيو، الناس اللي محتاجين فيزا سياحه، فيزا شنغن، انهم يمشيو يقضيو اغراض ديالهم ولا يمشيو يزوروا شي اقارب ديالهم. يعني هذا ميساج ليا للتاليس كونتاكت، كنتمناو انهم يديروا اعاده النظر. انا الاخوان انا براسي راه تسجلت، جربت الحاله الاولى وعيطوا ليا، راه داز 45 يوم ما صيفطوليش الرونديفو. اليوم الى الان كانت لابي الفيديو دارت نهار 14 شهر 11، ها هو دابا تقريبا عفوا 14 شهر 10 دابا مازال ما وصلنيش الرونديفو. يعني راه داكشي كارثه باش انك رونديفو ديال السياحه تبقى تساين عليه هاد المده كامله وشوف واش يعطيوك ولا ما يعطيوكش. بلا ما نهضروا على اخوان على اسبانيا، هذيك حاله خاصه، لا في لي رونديفو ديالهم لا امتى غادي يجاوبوك، يعني كارثه. فكنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه في هاد لا فيديو. تلاقاو في فيديو جديد ومعلومه جديده كيف العاده. ما تنساش واحد لايك، ابوني لاشين، ونتلاقاو في فيديو جديد. واللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في الكومونتير نشرحها ليه. تهلاو ليا في راسكم.